ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده معانا الحلقه ال21 من قصتنا الاسطوريه سادة الاشباح. الحلقه ديت اسطوريه من قتالات ومن احداث ملهاش حل، وكمان في مفاجآت كتير في الحلقه، فما تنساش يا صديقي تكمل الحلقه للاخر عشان تعرف ايه المفاجاه اللي متسابه في الحلقه. وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا سرد الحكايه. بنكمل الحكايه ولينفينج لقى نفسه في مكان مظلم جدا، وبيفكر انه دخل نطاق الاشباح وحاول يشوف، بس الضلمه كانت خانقه. سأل جونج انت فين؟ ردت عليه انا بره بحاول الاقي المدخل. صاحب المكان عنده قدرة عازلة، ويعني لينفينج لوحده تماما. وفجأة سمع الصوت يا سيد لينفينج. لينفينج سأل بحذر مين؟ الصوت رد احنا الحراس وقعنا هنا بعد ما الوحوش هجمتنا. ولين فكر مش مهم انقذهم، بس ممكن استفيد منهم بعدين، ومشي ناحية الصوت. لكن فجأة اتجرح في رجله بخيط حاد. طلع ولاعه ونور المكان وشاف تمثال قرد مغطي عينيه، وقال لنفسه حاسس اني شفت دوت قبل كده. وفجأة الحراس صرخوا خلفك، مجموعة أرواح هجمت عليه مرة واحدة. وجونج قالت بسرعة اقفل النور، الوحوش دي بتتجذب للضوء. ولين طفى الولاعة وفي لحظة الأرواح اختفت. وبص للتمثال وقال واضح إن المكان دوت ليه قواعد مش عادية. المعبد دوت مش مكان عادي، دوت اختبار عقل وموت في نفس الوقت. ولين بص على تمثال القرد اللي مغمى عينيه وفهم الرسالة فورا. هنا النور والرؤية بيساوي الموت. الحارس اتوتر وقال طب نعدي ازاي واحنا مش شايفين؟ كده احنا هنموت. وجونج أكدت نفس الكلام، الخيوط ديت مش ممكن تتقطع بسهولة، الموضوع صعب فعلا. بس لين ابتسم بابتسامه خفيفه وقال واضح ان الوقت رجع نستخدم فيه العلم. وفتح المخزون وطلع نضاره رؤيه حراريه بالاشعاع تحت الحمراء. وفجاه الدنيا بقت واضحه قدامه وقال بثقه مش دايما الاشباح اقوى من التكنولوجيا. وبسهوله بدا يعدي بين الخيوط القاتله، وقال الحرس امسكوا فيا وامشوا ورايا بالظبط. الحارس كان متفاجئ انه شايف، ورد ببساطه ايوه، وبدا يوجههم خطوه بخطوه لحد ما خرجوا من الغرفه. بس الحراس اتجرحوا كذا مره لان جسمهم مش زي لينفينجا. وفجاه الارض ارتفعت بينهم، ولينفينج فهم كده هو طلعنا للدور الثاني. وجونج قالت دوت النظام دفاعي او اختبار تضحيه، بس صاحب المكان الحقيقي لسه فوق، يعني اللي جاي اصعب. وصلوا للدور الثاني ولو جسر حوالينه حمم بركانيه، الحراره كانت لا تطاق. ولينفينج قرب ولقى تمثال قرد تاني، والمره ديت مغطي بقه. ولين قال فورا المفتاح ينوت الصمت. وجونج حللت صح الصوت هو اللي بيفعل الفخ. وفجاه حارس قرب وقال اسم لينفينج، ولين اشار له يسكت، بس خلاص فات الاوان. تمثال نفخ نار والحارس اتحرق قدامهم. الباقي اتجمدوا وفهموا الرساله. ولين بدا يفكر اكيد في فخ تاني مش بس الصوت، ورمى الجاكيت على الجسر وفعلا سهام طلعت واخترقته. ورمى تاني واكتشف اماكن الفخاخ كلها. ولين قال لو اتجنبنا الاماكن ديت نعدي. وبص الحارس من الحراس وقال له انت تأول. الحارس اتوتر بس ما كانش فيه اختيار، مشي على الجسر وحاطط ايديه على بقه علشان ما يطلعش اصوات. وعدى اول فخ وبعدين التاني وبعدين التالت، ووصل للنهايه وفرح. لكن الارض نفسها كانت فخه، وفجاه كل التماثيل نفخت نار عليه، اتحرق بالكامل. ولينفينج اتصدم وقال كده هوت مستحيل نعدي بالطريقه ديت. وفي لحظه قرار مسك الحارس التاني وجري بيه وسط الجسر. الحارس كان مرعوب انت بتعمل ايه؟ هنموت. ولكن لينفينج كان بيحسب كل حاجه وقال في نفسه الفخاخ بيشتغل بتسلسل كل نص ثانيه. وبعدها في التبريد ثانيه واحده ابتسم وقال دوت كفايه، وبدا يتحرك بدقه مرعبه بيتفادى كل نار وكل سهم لحد ما عدى الجسر بالكامل. الحارس كان فقد الوعي بس هم نجوا. الارض اتحركت تاني وطلعوا للدور الثالث. الحارس فاق ولقى نفسه في مكان غريب، 6 ممرات وكوف حوالين المكان. التمثال التالت قرد مغطي ودانه. ولين قال واضح ان هنا هوت في لغزه. الحارس كان مرعوب من الاصوات والوحوش، بس لينفينج ركز في كل حاجه تانية وقال في ال6 طرق لازم نختار الصح. الحارس قال طب ندور على الطريق الامن، لكن لينفينج وقف قدام النقوش وقراها. الاول 4 من الكروت كذابين، التاني 2 منهم كذابين، التالت 3 كذابين، والرابع 5 كذابين، والاخير كلهم كذابين. لينفينج ابتسم وقال واضح ان الحل مش قوه دوت ذكاء، وبدا يحلل كل جمله بتناقض التانيه، يعني الحياه واحده بس. ولينفينج ركز شويه وبعدين ابتسم ابتسامه خفيفه وقال الحل واضح، رقم 5 بس هو اللي صادق والباقي كلهم كدابين. وفجاه الحارس جري عليه وهو بيقول لقيتها كهف دوت ما فيهوش صوت وحوش واكيد هو الطريق الصح. بس جونج وقفته فورا، استنى التمثال ان هو مغطي ودانه، يعني السمع مش مهم، الصوت دوت ممكن يكون مجرد وهم. ولين هز راسه وقال بالظبط الطريق الصح مش اللي هو الواضح، الصح اللي مخفي، واشار نمشي على الكهف رقم 5. الحارس وافق، بس اول ما وصلوا سمع صوت زئير مرعب، اتجمد مكانه وقال لا دوت موت اكيد. اعتذر وجري على الكهف رقم 3 وهو بيصرخ انا مش هموت كده. ولين بص له ببرود وقال كل واحد بيختار نهايته بنفسه، ودخل الكهف رقم 5 لوحده. وهنا المفاجاه مفيش اي حاجه، ولين قال يبقى كله تمويه. وفجاه ختم تونج بدا ينور بالقوه، ولين فهم فورا جزء من روح تونج قريب جدا، وكمل طريقه لحد ما وصل لباب عليه نفس الرموز الغريبه. وجونج قالب بسرعه دوت الباب اللي عزلنا لازم يتكسر فورا. ولين كان لسه هيكسره، لكن فجاه جسمه
جسمه خرج عن السيطرة واترمى لفوق في السماء، وبعدها الجاذبية اتقلبت ووقع بسرعة رهيبة لتحت. وفي آخر لحظة فهم الحقيقة دوت مش فوق، دوت أعمق نقطة تحت الأرض، كان على وشك يتخرم برمح حديد، بس مسك في حجر في آخر لحظة ونجا. وقال الفخاخ اللي هنا هوت لسه مش في مستوى تخوفني. وجونجي قالت لازم تدمر مركز التشكيل بسرعة وإلا هتبقى لوحدك في خطر. وفجأة لين حس بهجوم ولف بسرعة ولقى تمثال القرد اتحول لكائن حي، وبص حواليه ولقى التماثيل التلاتة كلهم اتحركوا. لبس درع الأشباح فورا وقال مش هضيع وقت مع دول، لازم أوصل لمصدر التشكيل. ومن بين القتال كان بيقرب من الهدف، لكن فجأة دماغه وجعته جدا وهجوم جه من الحيطة. ولين قال الحمد لله لبست الدرع كنت هموت. وفجأة ظهر صاحب المكان كولي، روح شريرة نص إنسان ونصها تعبان، وهي والتماثيل بدأوا يهاجموا عليه مع بعض. وجونج صرخت ديت بتهاجم جسد وروح مع بعض، خليك مركز وما تتأثرش بيها. ولين فكر بسرعة مفيش فرصة أطلع وأنا محاصر كده. وفجأة جات له فكرة وساب نفسه يتضرب منها عمدا، وبعد الضربة اترمى ناحية الباب وابتسم وقال شكرا على المساعدة. وأول ما قرب رمى سيفه على الرمز واخترقه بنجاح، بس في نفس اللحظة كان بيقع ناحية كولي اللي مستنيها تقتله، لكن اختفى فجأة وظهر حجر ضخم على شكل هرم وقع فوق كولي مباشرة. ولين كان في حضن شينهاوا اللي أنقذته بتقنية الانتقال، وأسونا كانت بتصرخ وهي بتهاجم ازاي تجرؤة تأذي سيدي. وكولي حاولت تصد بس الهجوم كان أقوى منها، وباقي الأرواح دخلوا المعركة وأنهوا عليها تماما. النظام اشتغل وتم القضاء على كولي، والمكافأة كانت جرعة إحياء وعين سيد الأشباح و70,000 نقطة خبرة. ومعركة خلصت بس العالم لسه موجود. لين وقف يفكر الأطفال اللي اتاخدوا فين راحوا، وجونج نادت تعالى وشوف. راح معاها ولقى حفرة مليانة هياكل عظمية للأطفال. لين حس إنه متأخر جدا، وفجأة ختم تونج نور تاني. النظام هالتوريد جمع جزء من روح تونجا، ولين قال فورا أيوه، وبدأ يمتص الجزء. وفجأة العالم حواليه اتغير ولقى نفسه في مدينة نفس أجواء مهرجان. بنت بتلوح له بس عدت من خلاله. ولين اتصدم أنا مش موجود هنا، وفهم الحقيقة ديت ذكريات تونجا. وفجأة الناس بتصرخ الطفل المقدس وصل. ولين بص وشافها اتفرج بين فيلة، ومن بينهم تونج، والصدمة كانت واضحة عليه. وشاف الفيل داخل نفس الغابة وقرر يمشي وراها، ووصل لمعبد كولي بس في زمن مختلف. وبص حواليه وقال دوت حوالي من 100 سنة. يا ترى ايه اللي حصل لتونج زمان وازاي مصيرها اتربط بالمكان دوت. ولين بص على العيال وعقله بدأ يسرح، هم دول كمان قرابين. بس فجأة عينيه وقعت على كولي ومعاها ال3 تماثيل بتوع القردة، والناس حواليهم راكعين ليهم كأنهم القوة الحاكمة. ولف على تونج واتصدم انها مش شايفة خالص. وفي اللحظة ديت واحد من الكهنة طلع لقدام وقال بصوت عالي المراسم بتبدأ دلوقتي. ولين ضيق عينيه وقال البودرة اللي اترشت من شوية دوت مخدر، والعيال بقوا تحت رحمتهم بالكامل. وفجأة كان صرخ يا كولي العظيمة بنقدم لك 60 طفل مقدسين. وقبل ما حد يستوعب رموا العيال كلهم في الحفرة. ولين اتجمد مكانه مش مصدق، حتى قبل التغيير الغريب اللي حصل معقول المملكة كانت بالوحشية ديت. حتى الأطفال ما سلموش. بالأسوأ الرجالة بدأوا يدمروا الحفرة ويدفنوا العيال وهم عايشين، والناس حوالين المكان بيهتفوا فرحانين هيحصلوا على سلام أبدي. وسلام ولا موت بشع. وفجأة واحد شاور للسماء وقال في حاجة فوق دماغ الكاهنة، والجو اتشق وظهرت الساحرة القرمزية روح شريرة من الفاس. الكاهن اتلخبط وقال دي قوة حاكمة، لكن الرد كان دموي. الروح بدأت تقتل الكل بلا رحمة، والناس جريت تهرب بس مفيش مهرب. وبعدين الهجوم اتوجه للحفرة والروح نزلت وبدأت تلتهم الأطفال. ولين صرخ وهو بيجري لتونجا، وبس قدام عينيه كل الأطفال اتاكلوا واحد ورا التاني إلا تونجا. ولين فهم فورا قدرة الروح ديت العيون الحمراء، أي حد يشوفها يبقى هدفه. بس تونج مش شايفة وعلشان كده هو نجحت. وفجأة هجوم قوي ضرب الروح، وراجل عجوز ظهر وقال بثقة أخيرا لقيتك يا ساحرة. ولين ركز وافتكر ديت نفس الراجل اللي كان في لوحة القصر ومعاه كوس طفل. والعجوز دخل القتال فورا وقال بعد كل اللي عملتيه مستحيل تهربي تاني، وطلع سلاح غريب وبدأ يضرب. والهروب مني كان مستحيل. لكن فجأة الروح اختفت واتجهت ناحية تونجا. ولين والعجوز اتصدموا. ولين صرخ تونج اتلبست. العجوز وقف ورجع سلاحه بهدوء، وتونج لسه واعية شوية وقرب منها وقال بنبرة مطمنة ما تخافيش انا هنا اهوت علشان انقذك. وبهدوء كده اهوت وقال اسمي ادوارد وانا مطارد سحر. وشالها وقال تعالي معايا هساعدك تخرجي الروح ديت. وفجأة الفلاش باك خلص والنظام ظهر وقال لين حصل على جزء من روح تونجا. ولين فكر يبقى كده هوت تونج عدت بكل دوت قبل كده، وكل حاجة ليها تخصها فيها ذكرية منها. وجونج قالت بابتسامة كويس كده هوت في امل نرجع تونج تاني. ولين بص على العظام حواليه وقال ديت اكيد من زمن تونجا، يبقى العيال الجداد في حتة تانية. ودور شوية لحد ما لاهم محبوسين في أوضة وقال لهم بهدوء ما تخافوش مفيش حد هيأذيكم تاني. وبعد وقت وصلوا للمدينة. البنت الصغيرة جريت على أخوها وحضنته، وكل طفل رجع لأهله وفرحة مالية المكان. الأخوات قربوا من لين فينج والبنت قالت
شكرا رجعت لي اخويا، بس فجأة وشها حزين وبابا هو اللي بعتنا، يبقى مش عايزنا، صح؟ نعمل ايه دلوقتي؟ ولين سكت للحظة وفهم انهم متباعين ومترميين والغرب كله بقى خطر، فبص للكل وقال عندي اقتراح للمستقبل. ابتسم وقال ايه رأيكم تعيشوا في الشرق؟ والكل اتصدم بس بسرعة وافقوا. وبعد شوية في قاعدة مؤقتة على الحدود الاخت زو قالت القاعدة جاهزة، ولين ابتسم ممتاز هنكون عندكم قريب. العيال كانوا فرحانين انهم راكبين سجادة طائرة، واخيرا وصلوا. ولين شكر زو قال لازم امشي مش هينفع اقف دلوقتي، وزو قالت له ما تقلقش عليهم. والناس سالت هتسيبنا لوحدنا؟ لين قال لهم بس في الشارع محدش بيسيب حد، الناس بتساعد بعض. وزو كملت لازم تثقوا حراس الارواح في الشرق بيحموا الحدود بحياتهم ومستحيل يسمحوا لشر الغرب يدخل. كل فرح وقال دوت احسن خبر، وبصوا للين وقالوا له مش القوه حاكمه بس في قلوبنا انت اعظم من اي قوه. وفي نفس الوقت جوه هرم بعيده مجموعه ارواح قالت استدعتنا، والقوه ردت في واحد اهاني السيد قبل كده هوت وظهر في الغرب وجاي ناحيتنا. وسكت للحظه وقال السيد مش موجود يبقى احنا لازم نثبت ولقنا. الخبر انتشر بسرعه ولين اللي انقذ اللاجئين بقى حديث الكل. والعجوزه شافت وقالت لسه داخل الغرب وبدا يعمل دوشه كبيره، وابتسمت ومش غريبه عليه بس اتمنى اللي جاي يكون اهدى. ولين بقاله وقت طويل ماشي بس اللي حواليه خراب وصحراء وملهاش اخر. وقف للحظه وقال لنفسه هو انا ماشي في الاتجاه الصح اصلا؟ مش شايف حتى روح واحده. اسونا ردت بهدوء ايوه دوت طبيعي، الصحراء ديت ما فيهاش بشر فمش مغريه للارواح اصلا. وبعدين كملت بس كمل شويه كمان وهتوصل لمملكه الهرم، وحسب كلام توت المكان دوت ما تسيطرش عليه بالكامل من قبلهم، وفي مواني في الشمال ممكن يعدي البحر منها ويوصل للقاره الاوروبيه. ولين ساعتها استدعى شينهاوا وقال لها خلي بالك من الحصان انا داخل اقابل الملكه. ودخل نطاق الملكه وسالها بهدوء عامله ايه اتاقلمتي ولا لسه؟ وفجاه النظام ظهر بمهمه جديده اتعلمت تتحكم في الجسد. الملكه قامت اول ما شافته بس جسمها خانه وكانت هتقع. ولين لحقها بسرعه انت كويسه؟ وهي ابتسمت بخجل انا بخير شكرا على كل الحاجه. وبعد شويه استدعت العنقاء وقالت بقيت اقدر استدعيها دلوقتي بس الطاقه مش مستقره في القتال خايفه تخذلني. ولين ابتسم وقال بصراحه انا ما كنتش متوقع تتعلمي بسرعه كده. وهي ردت بهدوء حزين بس مش بالسرعه اللي تساعدك دلوقتي. لين هز راسه وقال ما تضغطيش على نفسك وخديها واحده واحده. وبحركه لطيفه طلع شويه دبلونج وقال لها دلوقتي بقى عندك جسم تحبي تجربي تاكلي. والملكه استغربت بس وافقت هحاول. ولين ضحك خدي قضمه صغيره بس، وفي سر وقال حلو وبقت تقدر تاكل. وفجاه جونج ظهرت وقالت لقيت حاجه. ولين ركز ايه؟ وقالت على بعد 5 كيلو في جيش اشباح. ولين وجونج وصلوا اول ما شافوه اتصدموا، العدد دوت مش طبيعي وقوته مش اقل من جيش مدينه الاشباح. وسال دوت ممكن يكون جيشهم هم، وجونج قالت محتمل بس اتجاههم مختلف شويه. ولين قرر فورا نكمل الخطه مش عايزين نلفت انظارهم. واسونا رجعت وقالت لقيت مكان القصر القديم وممكن يكون فيه اسرار عن توتا. وبعد شويه وصلوا عاصمه مملكه الهرم. ولين بص حواليه واتفاجئ وقال دوت مختلف تماما عن اي مكان شفته، الشوارع مليانه اشباح بس ولا انسان واحد. واسونا قالت من 60 سنه كل البشر هنا هو اتقتلوا على ايد ظل توت. ولين افتكر المعلومات وقال توت دلوقتي في الشرق ومش ناوي يرجع. ابتسم ويبقى ديت فرصتنا نفتش ماضيه. واسونا خدته للباب الخلفي للقصر وفي ممرات سريه تحت الارض، بس اول ما قرب ظل اسود هجم عليه وقبل ما يلمسه تونج استخدمت مهاره فلاش وسحبته بعيد. ولين ركز دوت تابع لتوت وقال لشينهاوا بسرعه يمشي وما تستخدمش المراوغه. وحسب الخطه الاعداء بداوا يطاردوه. ولين ابتسم الحل لازم يكون بايدي وقال لشينهاوا روحي ناحيه الجيش بتاعهم. وبضحكه خفيفه نشوف بقى مين الاقوى تابع توت ولا جيشهم هم. وفجاه قائد حس بحد جاي واول ما لين قرب شينهاوا نقلته بعيد فورا. وتابع توت اتلخبط لانه شاف قدامه جيش الحراس وقائدهم صرخ هجومه والمعركه اشتعلت. وتابع توت استدعى ارواح المومياء وهاجموا والاتنين دخلوا حرب شرسه. ولين وقف بعيد بيتفرج ومرتاح وبيفكر ان في مثل بيقول لما العمالقه يتخانقوا الصياد هو اللي بيكسب. بس فجاه قائد الحراس استخدم مهاره خاصه وهمس بكلمات غريبه وفجاه ارواح المومياءات فقدت وعيها. ولين اتفاجئ دي قدره شبح متحكم الارواح وبيسيطر على وعيهم. الظل هجم بس سلاحه اتكسر وبص حواليه كل اتباعه وقفوا كانهم اتجمدوا. وقائد الحرس ابتسم وقال الكلب دوت عاجبني ناخده معانا. وقرب منه والوحش حاول يعضه بس القوه كانت مرعبه. وتابع توت حاول ينقذه بس الحي قدامه. القائد قال وهو بيبتسم طعمه حلو لما يكبر هيبقى احسن. وفجاه وشه اتغير وحس بحاجه في حد تاني هنا. ولين اتصدم ازاي كشفني بس بدل ما يخاف ابتسم وقال بهدوء مرعب واضح ان اللعبه خلصت بدري شويه. ولين ابتسم ابتسامه تقيله وقال في سر ومتاخر خالص وقدره متحكم الارواح اشتغلت بالكامل. وفجاه الوحوش ومعاها كل الحراس قلبوا على قائدهم والقائد اتصدم مش فاهم ايه اللي حصل. ولين قال بهدوء زي ما
ما بيقولوا عامل الناس زي ما بيعاملوا غيرهم، ومن غير تردد طلب من جونج تظهر وتنهج عليه. وبس قبل ما الضربة تيجي القائد هرب بسرعة مرعبة لدرجة انه ساب كل اتباعه ما بصش وراه. ولين ضحك وقال كده هو الطريق بقى مفتوح، وبنبرة خفيفة يلا بقى نروح ونتسوق شوية. وبعد وقت وصل لقصر توتو مدمر، ومع اختفاء شبح الكلب وباقي اشباح هناك ولا حاجة بالنسبة له. وجوه القصر اسونا قالت الخطوات اللي على اليمين ديت اكيد بتوصل لغرفة سرية تحت الارض. نزلوا لتحت وقالت وهي مركزة انا سمعت قبل كده ان في سر كبير مستخبي هنا. لين ابتسم وتوت دوت ثعلب عجوز مستخبي ورا كنوز كتير، فقرر يعمل حاجة مختلفة واستدعى كل ارواحه وقال المكان واسع يلا ندور سوا. وجونج لقت نقوش غريبة على الحيطان ونادت لين، وبص وقال دوت شبه المعابد، واكدت ايوه دول معبد العيلة المالكة محدش بيدخله غير الفرعون، وكملت كل تاريخ العيلة مكتوب هنا. وجونج فتحت لفافة وقالت مفيش حاجة عن شظية روح تونجا. ولين قرأ لو رمز الشبح اتدمر قوته بتضعف. وبعد بحث لقوا 3 كنوز مهمة، عصاية حورس والحجر الزمردي وتمثال الفهد الاسود. وبس الغريب مش موجودين هنا. اسونا قالت الكنوز ديت مهمة جدا اكيد قريبة من قبر توت. ولين اتصدم يعني لسه في مكان تاني. واسونا شرحت كل فرعون بيبني قبر بنفسه علشان يرجع للحياة بعد الموت. وحابب اذكركم تاني يا ابطال دي قصة، يعني كل الكلام اللي بيتقال فيها دوت من وحي خيال الكاتب، واحنا كمسلمين طبعا عارفين ان الحاجات دي كفر من عندهم، فصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وما تركزش في الحاجات ديت قوي يا صديقي في اعتبارها قصة بتستمتع باحداثها وبس. واعمل لايك يا بطل ويلا بينا نكمل بقى الحكاية. وسكتت للحظة وقالت انا شفته وانا صغيرة وعارفة مكانه. لين ابتسم ابتسامة خطيرة حلوة قوي يلا نحفر قبر بقى. وصلوا للقبر ولين قال خلي بالكم من الفخاخ. الاشباح بدأت تنظف الطريق، وبعد شوية مظلة الاشباح لقت حاجة، والنظام اعلن تم الحصول على تمثال الفهد الاسود. وبعد بحث اكتر لقوا الحجر الزمردي. ولين فكر فاضل عصاية حورس، وبس غالبا توت خدها معاه. رغم كده هو كان مبسوط الرحلة ما جابتش حاجة فاضية. وبس فجأة لاحظ جونج مركزة على حاجة وقال لها في ايه؟ قالت نقش بيحكي قصة. قرأت الكلام كان صادم، بيتكلم عن ابو اسونا ازاي اخوه دمر مصيره، والكارثة بيقول ان السبب اسونا. ولين غضب فورا وايه الهبل دوت، اسونا بصوت مكسور مش بس قتلوا عيلتي ده كمان فضلوا يفضحونا الاف السنين. وفجأة لين دمر العمود كله وقال بغضب تاريخ مزور ما يستحقش يعيش، وامر جونج انها تسوي المكان بالارض. وبعد ما خلصوا لين قال ببرود مرعب لما قابل توت تاني هحوله الرماد. بالليل جونج قال ترتاح شويه، بس لين رفض اللي هرب اكيد بلغ الحراس ولازم نتحرك بسرعه. وبعد سفر شويه جهاز لين رن وبص على الهوا اتصدم في طاقه اشباح ضخمه قدامه، وبص لقدامه شاف نور زي حاجز. اسونا قالت دوت الميناء، وجونج قالت هسبق اشوف الوضع. والنظام اخفى لين وارواحه. وصلوا للميناء ولين فهم الحياه المكان كله تحت سيطره الحراس. وجونج قالت مساله وقت ويسيطروا على المملكه كلها، وكمان في متحكمين ارواح بس شغالين تحت امره الحراس. ولين لاحظ السفن ديت بتبعت امدادات لكل مكان، فكر ادخل اتفرج من جوه. وفجاه حارس زعق بتبصوا على ايه عايز تموت اتحرك. ولين كان متخفي كعامل وقال بسرعه حاضر، ودخل وسطهم. وبعد شويه وهو وسط الشغل لين حس بحاجه مرعبه وقوه الحارس ضخمه جدا. وفجاه النظام قال له الشيزيا من روح تونج على بعد 1000 متر. ولين ابتسم يبقى هي هنا هوت فعلا، وكل ما يقرب الاحساس بالطاقه بيزيد. وقف قدام سفينه وقال في سره حسب الاحساس دوت المكان الصح قريب. ولين ركز وحس ان شيزيا روح تونج موجوده على السفينه ديت. وفجاه الكابتن وصل وبصوت عالي مين عايز يشتغل على سفينه الكابتن جولدوس والسفر للقاره الاوروبيه. وبص حواليه بدي والعابين المره ديت عددهم قليل لازم نزود. وفجاه طلع سلاح وضرب جنب لين فينج والباقي ويلا اللي عايز يعيش يجي يشتغل. وكل وافق فورا وشرف لينا نخدمك يا كابتن. واحد قال بحماس سفينه مصاصين الدماء معروفه بالفخامه، واخيرا هبطل ناكل البطاطس البايظه. ولين دخل وسطهم بهدوء وقال في نفسه كنت بدور على طريقه اركب السفينه واضح ان الفرصه جت لحد عندي. وبعد شويه جوه عنبر العمال لين سال واحد الوضع في ارض الحراس عامل ايه. الراجل ضحك بسخريه احنا طبقه تحت الصفر نشتغل لحد ما نموت وبس. ولين فهم الصوره الكابتن والطاقم كلهم مصاصين دماء وقوتهم مش قليله، فقال في نفسه لازم اتحرك بهدوء لحد ما الاقي الشاذيه، ولو ما لقاهاش هسيطر على الكابتن بسرعه واقلب السفينه كلها. وبعد شويه في مطعم الفي اي بي ولين بيقدم الاكل بص حواليه وقال في سره وكان نفسي تونج تكون هنا اهوت وهي بتحب الحاجات ديت. وفجاه بنت صغيره وقعت جنبه ورقبتها فيها طوق وجسمها كله جروح. الشيف زعق ديت عبده اكيد هي اللي ما نضفتش الجزمه كويس، والبنت بتترعش انا اسفه. ولين بص للموقف والغضب بدا يطلع منه. الشيف رفع السكينه مش نافعه نجيب غيرها، بس قبل ما ننزل بالضربه لين مسك ايديه ولفها وقال
وقال ببرود هو جزمة بقت لها علاقة بطبخ، وكمل بسخرية واضح ان واحد زيك ما يعرفش غير يطبخ اكل الخنازير. الشيف صرخ من الألم ولين كسر دراعه ورماه على الارض وبص لنفسه وقال تمام كده الامور اتعقدت اكتر. وفجأة كابتن جولدوس دخل. مين اللي عمل كده هوت؟ ولين همس لأرواحه لو الامور خرجت عن السيطرة نحسمها بسرعة، وقال لهم خلي بالكم من السفينة ما تتدمرش. واسونا وجونج وافقوا فورا، بس قبل ما القتال يبدأ حصل حاجة غريبة جدا، وبوابة اتفتحت في الهواء ووقع منها عملات كتير. ولين اتصدم ديت عملات اشباح، ويبقى كده هوت القارة الأوروبية بدأت تستخدمها رسمي. وراجل طلع قدامه وقال وسعوا الطريق، وبص للكابتن وفلوس ديت تعوض عن العب ده. والكابتن ابتسم كويس بس طمعه اشتغل، بس الشيف دوت احسن شيف في القارة، ودلوقتي مش هتدوق اكل تاني، انا عايز 1000 متر من سوق الاشباح. والراجل فتح بوابة تانية وملايين نزلت 50 مليون عملة. وبعد كده هوت في عنبر العمال لين قال شكرا هرجع لك الفلوس ديت. بس قبل ما نكمل القصة يا صديقي حابب اقول لكم حاجة. الشخص اللي ظهر اللي هو معاه عملات كتير جدا، الشخص دوت اصلا معمول له منهوة كاملة ليه، وهو البطل بتاعها، وهو والبطل لين فينج هما الاتنين في نفس العالم. فلو حابين يا ابطال اللي احنا نعمل الحكاية ديت بعد حكاية لين فينج يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. صلوا على النبي ويلا بينا نكمل الحكاية. الراجل ضحك ديت حاجة بسيطة وعرف نفسه اسمه ليو متحكم ارواح وراجل اعمال. ولين في دماغه 50 مليون بسيطة، الراجل دوت مش سهلة، وقال له انا مجرد عامل عندي شوية قوة، بس من جواه كان حذر وشكله من الشرق وغني وقوي محدش يعرفه، الافضل اخبي هويتي. ولين ابتسم وقال مش هضايقك دلوقتي، ولو احتجتني هتلاقيني في قاعة الفي اي بي. وهو ماشي فكر اللي يكسر دراع مصاص الدماء بسهولة مش مجرد عامل. مين انت يا لين؟ وبعد شوية البنت فات وهي بتصرخ لا، ولين قال لها بهدوء اهدي انت بامان. وقالت وهي بتعيط اسمي الفي، اتبعتك عبد علشان مفيش حد ساعدني. لين بص لها بثبات من النهارده مفيش حد هيظلمك تاني. وبالليل لين فتش في السفينة كلها بس ما لقاش شيزيا، وفجأة ليو ظهر وقال بهدوء ما تقلقش انا مش عدوك، وهمس انا عارف انت بتدور على حاجة مش هفضحك، ولو احتجتني انا موجود. ولين قال له تمام، وجونج اقترحت نستخدم الفلوس ديت تساعدنا. ولين وقف يفكر اللعبة كبرت اكتر من المتوقع. ولين قال لليو انا بدور على رمز روح بس مش عارف شكله ايه. وليو ابتسم وقال بهزار تقيل يبقى نشتري كل الرموز اللي على السفينة. وضحك بس لين فينج كان عارف ان يقدر يعملها فعلا. وتاني يوم لين لسه بيدور على شظية تونجا، وليو كان بيساعده ويشتري كل رموز روح يقابلها، وجمع الناس في الأوضة وجاب أحسن أكل وشرب في نفس الوقت بيجمع معلومات. بس بعد وقت مفيش نتيجة، ولين قاعد مع ألفي وليو والجو بقى تقيل. وفجأة ألفي قالت استنى افتكرت حاجة، ولين ركز وقال لها قولي لي. وقالت أنا كنت بنضف السفينة كلها بس في أوضة سرية ممنوع حد يقترب منها. وكملت واحد من الطاقم بيروح هناك كتير وبيقول إنه بيستمتع جوه. ومرة فضلت فضولية ورحت وبصيت، ولين عينيه لمعت يبقى نروح هناك بالليل. وليو قال بثقة يسيب الحراس عليا. وبالليل لين تتبع طاقة شيزي تونجا ووصل للأوضة السرية وفتح الباب. النظام قال تم العثور على صندوق موسيقي يخص تونجا، ولين من غير ما تفكير خده. وفجأة ذاكرة اشتغلت وتونجا كانت على نفس السفينة ومعها ادوارد، وقالت له بحب يا جدو شكرا لانك خرجتني اتمشى. وادوارد ابتسم وقال طول عمري بقاتل الاشباح ما توقفتش اعيش لحد ما يبقى عندي حفيدة. وقال بهدوء دي بداية الراحة ونفسي اعمل مدينة ملاهي اساعد فيها الناس. لين ابتسم واضح انه كان طيب جدا معاها. بس فجأة عيون تونجا اتحولت للاحمر وبدأت تفقد السيطرة، وادوارد صرخ الروح الشريرة بترجع ومسك ايديها وقال اهدي انت تقدري تتحكمي. وبالفعل تونج رجعت لنفسها، ولين فكر حبها ليه خلاها تقاوم. وتونج بكت انا اسفة اذيتك، وادوارد ضحك ولا حاجة انا كويس. وبعد شوية واحد قال لادوارد البنت متلبسة بروح الساحرة الحمراء بس بتسيطر بسرعة. وادوارد رد بحزم مش كفاية لازم نفعل الطقس في القلعة الوردة. وبعدين دخل اوضتها وقالت يا جدو جبت لك حاجة حلوة، وطلع صندوق الموسيقى عملته بايديها. وتونج سمعت اللحن وبكت من الفرحة. بس فجأة عيونها احمرت تاني وحست بخطر. هجوم ضرب الحيطة وادوارد شالها وقفز بسرعة وطلع سلاح وقتل الروح اللي هجمتهم. وقال بهدوء دلوقتي احنا بامان. الذكرى انتهت ولين مسك الصندوق الموسيقي والنظام اكد تم الحصول على شيزيا من روح تونجا. بس قبل ما يمشي لاحظ ممر مخفي، وقال في نفسه في مخزن سري هنا. رجع لليو والفي وقال لهم، والفي اتفاجئت في مكان زي دوت على السفينة. ولين شغل كشاف هننزل نشوف. نزل لتحت واللي شافه كان اسوأ من اي حاجة، بنات كتير مربوطين بسلاسل. واول ما شافوه واحدة قالت برعب اعمل اللي انت عايزه بس ما تقتلناش. ولين اتجنن ايه القرف دوت ولعن مصاصين الدماء. وليو والفي نزلوا وراهم واتصدموا، والبنت فضلت تكرر بس ما تقتلناش. والفي قربت منها وقالت اهدي احنا مش معاهم احنا جايين نساعدكم. البنت بصت لها بخوف وقالت بجد؟ الفي مسكت وشها وقالت لها ايوه. ولين بص حواليه واتصدم اكتر في بنات صغيرين وفي حواجز
الأوامر كمان، وفهم الحياة مصاصين الدماء ما عندهمش رحمة. تلاتة بدأوا يفكوا قيودهم، وليو قال كلهم مصابين، ولين طلع عدة إسعافات ويلا نعالجهم بسرعة، وفكر الحمد لله إن خدت أدوات طبية معايا، وبدأ يعالجهم واحدة واحدة وكلهم بيشكروه. ولين سأل انتوا هنا ليه؟ واحدة ردت احنا أصحاب قدرات اتخطفنا من أماكن مختلفة، وكملت بصوت مكسور هيبعتونا لقصر العيلة الحاكمة لمصاصين الدماء في روما علشان نبقى زوجات دم. سكتت لحظات وبعدين قالت بس الطاقم هنا هوت بيستغلونا الأول ويقولوا لازم نتعلم نخدمهم قبل ما نروح للكبار. الصمت سيطر ولين عينيه اتغيرت وما استحملش وكسر السلاسل بإيديه وهو غضبان، وبص لليو وقال له ينفع نطلعهم من هنا هوت من غير ما السفينة تتأثر؟ ليو رد بثقة سيبها عليا. وتاني يوم ليو جمع الطاقم كله وقال احتفال شكر للكابتن والرحلة والأكل والشرب فتح على الآخر، وبعدين قال جملة قلبت الدنيا اللي يشرب أكتر واحد النهاردة ليه 10 مليون عملة. كل اتجنن وشرب وضحك وصوت عالي، وبعد وقت واحد ورا تاني وقعوا على الأرض وفقدوا الوعي. ولين بص لليو تمام، وليو قال له كله تمام. كلمت عيلة عثمان وقلت لهم جاي ياخد البنات في نفس الوقت، وألفي كانت بتطلع البنات من مخبأهم. واحد من الطاقم شافهم وقبل ما هاجب لين طلع السكين الدهب وخلص عليه في ثانية. وتاني يوم سفينة عيلة عثمان وصلت، وفي وقت قصير كل البنات اتحرروا. ولين قال لألف خلي بالك منهم. البنات كانوا فرحانين وودعوه بدموعهم، وألف صرخت عمري ما هنسى اللي عملته. ولين وقف ساكت واضح ان اللحظة دي فرقت معاه جدا. وليو قال اطمن خلصوا خلاص. وبس فجأة الاتنين حسوا بحاجة، وفي حاجة تحت السفينة، وفجأة صوت غريب لحن طالع من البحر. ولين بدأ يضخ وعقله يهرب، بس جونج صحته بسرعة وفوق دوت وهم. ولين حاول يصحي ليو اللي هو كمان اتأثر، وبص بعيد وشاف ظل والصوت جاي من هناك. وفجأة كل اللي على السفينة دخلوا في الوهم وبيمشوا ناحية الصوت والكارثة الأكبر. حوريات البحر جميلات ظهرت والرجالة ماشيين وراهم زي المسحورين. ولين فهم بسرعة دوت مش حاجة عادية، دي بتسحب كل السفينة. وحتى الكابتن بدأ يوجه السفينة ناحيتهم، وقبل ما يستوعبوا دخلت في دوامة ضخمة والسفينة اتكسرت وكل وقع في البحر. ولين كاد يضيع بس جونج لحقته وبص حواليه ليو فين، وشافه بعيد بس قبل ما يوصل له ليو استدعى روحه وقرب بنفسه. ولين اتفاجئ قوته مش قليلة خالص، ده مستوى الهوية التانية. وفجأة لين بص تحت البحر ديت مدينة، وليو قال ايه المدينة ديت صخور. والاتنين فهموا الوهم بقى أقوى، وتحت البحيرة حورية البحر نزلت وبدأت تعزف لحن أقوى، وجسمها اتحول لشكلها الحقيقي والصوت بقى واضح وأخطر بكتير. ولين صرخ وهربوا، وليو كمان أمر روحه بس الصدمة حتى الأشباح اتأثرت. ولين فهم طالما هي بشكلها الحقيقي حتى الأشباح مش هتسلم. وفجأة الكابتن فاق وقال أنا مش هموت بسهولة كده، وبس قبل ما يكمل ظل قرب منه، وفي لحظة رمح الحرية قطع جسمه نصين وباقي الحريات كلوه. ولين شد اسنانه احنا في ورطة، وليو قال بيأس خلصت. وفجأة موجة صوت ضربت المكان كله، الحريات صرخت والألم واضح عليهم. ولين وأرواحه رجعوا لوعيهم، وشينهاوا فتحت عينها واستخدمت الهروب فورا. وفوق الدوامة لين قال حد أنقذنا، وليو قال كنا هنموت فعلا، بس الحرية حاولت تسيطر عليهم تاني. وفجأة روح نزلت من السماء وبنت صرخت، والنظام قال روح الحرية مستوى الهوية الثالث. الحريات هربوا فورا والموقف اتقلب، وبنت جميلة قربت منهم وقالت انا مونيكا متحكمة ارواح من المستوى الهوية من الركبة الثالثة. ولين قال انقذتينا شكرا ليكي. وليو ضحك كنت خلاص هتودع الدنيا. ومونيكا ابتسمت طالما عايشين بيبقى كله تمام. وفجأة طلعت مسدس وقالت هاتوا 10 مليون والا حياتكم تروح. ولين اتخنق يدوت بقى، بس ليو فتح بوابة وطلع 30 مليون اتفضلوا. ولين بيقول له انت بتهزر. مونيكا اتصدمت انا كنت بهزر اصلا. وبعدين قالت تعالوا معايا ووصلوا لجزيرتها، وقالت انا قائدة قراصنة والمكان دوت اسمه شبه الجزيرة. وهنا يا صديقي بنبقى وصلنا لنهاية الحلقة، بس يا ترى مونيكا ديت هتبقى حليفة ولا ديت مرحلة قبل كارثة اكبر؟ والاهم شازي التونج لسه فين؟ فما تنساش يا صديقي تصلي على النبي وسلام.